ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يوم نشاط وحيويه، جمعه مباركه علينا وعليكم يا حبايبي. النهارده نعمل روتين كده خفيف في شقتنا. ده يعني الروتين المعتاد لكل البيوت. هنا بصوا، ده اول سرير اللي هو سرير اوضه النوم. طبعا نلم الفرشه ونروقها. انا حبيت اجري لكم الفيديو يا حبايبي عشان ما يبقاش ايه طويل عليكم، وننفض كده ونكسر الطاقة السلبية اللي في شقتنا او في بيوتنا. ويا رب يكرمنا ويكرمكم كل الخير والبركة. وهو بصوا يا حبايبي، سريع سريع كده ننفض ونروق نروق مكاننا ونخلي حاجتنا كده نظيفة وحلوة. وطول ما حضرتك ايدك في الحاجة اول باول هتبقى بسم الله ما شاء الله نظيفة كده، وتحسي نفسيتك مرتاحة. هنا طبعا نغير في تطبيقة البطانية، بندي مثلا للسرير بتاعنا شكل جديد، شكل مختلف، مش كل مرة نطبقها كده وخلاص. وهنا طبعا انا شغلت طبعا الغسالة وانا بروق في الشقة عشان اغسل الهدوم بتاعتنا. ونفس طبعا المفارش اللي احنا هنشيلها من على السرير يا حبايب قلبي. وهنا طبعا انا طلعت على الصالة، خلصت اوضة النوم وكنست الارضية وروقت الدنيا الحمد لله. بعد ما شغلت الغسالة طبعا هنعلق الستارة اللي هي بتاعت الصالة. ودي رتالة اهي عايزة تظهر معايا. ولازم يا حبايبي نصيحة مني اخوية، لما تعلقي الستارة تمسحي الماسورة بتاعت الستارة، بتبقى محملة تراب من فوق. عشان ايه الستارة متوسخش منك. ونحط الكيس في البوز بتاع الماسورة من قدام، ليه؟ عشان طبعا ما يبوظش الستارة بتاعتنا. ودي البرتكانة. ولازم يعني اي حاجة معانا ربنا مديهالنا نبقوا ايه مقتنعين بيها يا حبايب قلبي. دي الصالة طبعا. وهي بص علقنا طبعا الشوفون من ورا، وبعد كده نعلق ايه البلتكنة من قدام. ودي الأوضة التانية دي اللي هي البلكونة اللي قصادنا دي يا حبايب قلبي. بقول لكم يا حبايبي، الواحد ايه لما ربنا يكون مديه حاجة يرضى بيها ويبقى مقتنع بيها، عشان ايه يبقى مبسوط وهو قاعد فيها. يعني انا هنا قاعدة يعني بالايجار عادي كلنا بصوا. ان شاء الله النهاردة بالايجار، بكرة ربنا يكرمنا ويدينا كده ويوسع علينا بإذن الله، ونجيب اللي نفسنا فيه، بس نبقوا راضيين ومقتنعين. ده طبعا الأوضة التانية اللي هي بتاعت محمد ومحمود اهي. ودي المكتبة اللي كنت عاملاها معاكم يا حبايبي، رتبت الكتب طبعا بتاعتهم واهي وحطها جنب السرير بتاعهم. والستارة دي بتاعت الأوضة بتاعت محمد ومحمود اللي هي أوضة البلكونة، وحاطة فيها تلاجة ودولاب صغير اهو. بصوا ما شاء الله، يعني نشاط كده وحيوية. اللي هو يوم الجمعة ده او يوم الخميس لازم نعمل في شقتنا كده يا حبايبي عشان تبقى نظيفة. هنطلع ادي الصالة، هندخل على الأوضة التانية اللي هي بتاعت ايه الست رتال والأنسة حبيبة اهي. بصوا حلوة زي الفل، ودي الجنة اللي ربنا مديهالي على الأرض. وهنا هو رجعنا تاني الصالة وروقنا حاجتنا ودنيتنا ما شاء الله. ونشغل قرآن يا حبايبي ونولع بخور ونمسح الأرضية طبعا بحبة ملح، ونحط كوباية خل في المية اهو. بصوا بعد ما روقنا الدنيا وظبطناها. وانا بصوا يا حبايبي من طبيعتي والله العظيم مش عشان حاجة، انا ما بركنش مواعين في الحوض نهائي، وبوتجاز ايدي فيه اول باول. حبيت اصوره لكم كده سريع. وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة وتفعيل الجرس عشان اوصلكم كل جديد. واسيبكم على خير واشوفكم على خير، مع الف مليون سلامة يا حبايب قلبي.